الديوان في كل مكان، في همبرجر في دجاج وسباجيتي اخر مزاج، والملاهي لكل العيلة. الديوان الديوان وكمان في اشكال والوان، يلا يلا بينا عالديوان، يلا يلا عالديوان. الديوان في كل مكان، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله حالك يا عم محمد؟ هلا والله. اهلين. محمد كيف امورك؟ الحمد لله. انا شفت رسالة في الجروب بتقول الغداء الساعة 11:30. احنا مسافرين ولا ايه؟ لا ما احنا مسافرين، احنا ما ادري، هو حنتغدى عبر الزمن. سافرنا عبر الزمن. ايش اعطاك انطباع انه احنا مسافرين؟ يعني انه جمعنا بدري. فحسيت فيها سفر؟ حسيت فيها خط. وانت جاهز؟ خط صحيح الكلام ده؟ احنا حنروح خط عشان ناكل؟ يا ابوي كيف نسافر عشان ناكل؟ لا المحل قريب. شايف تريلات بتنقل حاجات من مدينة لمدينة أخرى. صح؟ ايوه، فأنا ماني عارف أنا رايح أتعلم ثقافة أخرى ولا رايح مطعم. شوفوا دحين انت ليش صحيته؟ والله هو ايه؟ هو صاحي اصلا. لا مو صح، كان مسوي نايم. نايم. خلاص نام. شفت؟ الان ايش مكتوب؟ مرحبا أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضلوا. في رابغ. أهو شوف اللوحة اهي. طيب رابط علامة. لا دحين المعلومة اللي ما كنتوا عارفينها، انه احنا راجعين جدة تاني. محمد نعم انت سايقها من اول، بس يعني دحين جاء وقت الجد. خلاص، طالما جاء وقت الجد إيه يا عم، في إيه؟ امشي على فك اللوكيشن. اللوكيشن ولا احد يشوف انت ايش انا حقول لك يمين يسار بس، ولا احد يشوفك ولا كاميرا شكراً. شريف ما يصور. اوف يا هو، طيب. انت كل ده سايقها؟ كيف بالله حسيت بشيء؟ حسيت بمطبات في الخط صراحة. عشان تعرف الأربعيني لما يسوقها وهو عنده رخصة. لا وصلنا يا حبيبي. يلا حكيني مستحيل كيف؟ والله كيف. احنا لقيناه قصة قبل لا يكون وجبة. كيف حلو، كمل. عظيمة. مطعم الديوان قصة قبل لا يكون وجبة، بدأت معانا منذ مطعم الديوان، مطعم الديوان. والله مفاجأة. 40 ولا مو 40؟ 40 جدا ايش يفكرك؟ ولا شيء. المبنى المايل. المبنى المايل اللي كان في بالنسبة له الجامعة. فعلا ولا شيء. هو ما كان أصلا يعني ايوه انت ما كنت فيه. انا ابوي اللي قال لي عليه الصراحة. صح. شايف اللوجو اللي تحت الصحن؟ أيوه. شايف ذكريات هذه. ها الذكريات. بيتزا بسيطة جدا. هذه حياتنا، زي حياتنا البسيطة الأربعينية. قديم. خالية من الفلسفة، رفل ومدري ايش. هناك شيبو. طبعا التوم زمان عبارة عن بطاطس وتوم ومايونيز. ترى البطاطس كويس، ايه بس طعم. والله كويس مرة. ترى مزبوط البطاطس صراحة. طيب. والله والثوم طيب، ما في مجاملة. بأمانة ما توقعت يخلط الكاتشب مع التوم زي كده ويقلبها ويستمتع فيها. أكيد في ناس تحب كده. سلو الكلاسيك القديمة، ما فيها المايونيز زيادة. كيف طعمه؟ اي والله. واضح انه خفيف اصلا. ترى طعم مفاجئ صح؟ ترى الصراحة حمستوني. مرة مفاجئ. والله إلى الآن أنا تفاجأت في البطاطس، والحين تفاجأت في الكولسلو، وتفاجأت في البيتزا قبل. يعني مزبوط. الى الان زي زمان. أنا استفتاحيتي دائما بالجناح. شريف ايش؟ يقول ترى الأكل مزبوط، والله مزبوط. الديوان؟ بالله خذ، والله مزبوط. ما أتوقعت إنه بالمستوى هذا، ما شاء الله تبارك. ولا أنا. والله انا اخذت صراحة سبايسي كلهم اخذوا عادي. بسم الله. مو مزبوط يا شريف. طعمه والله طعم. احنا ايامنا ما كان في سبايسي والكلام ده. بس عادي. بروست خلاص بروست تقليدي. والله ما كان في سبايسي. هذا شوف احمر من جوا. صراحة أنا أستغرب ليش ما هو فاتح في جدة في المدن الكبيرة. من جد فروع يمشي زي اللوز ده. لو فتح بجدة أو لو انتشرت فروعه حينافس محلات بروست مرة كثير. انه ليه اسم في السوق يعني قديم. بالضبط. حمص لك العيش ودلع. دبل تشيز برجر. شوف يعني برجر واضح انه بسيط
مو سماش وجريل وما نعرف ايه. لا لا ما في شيء زياده. ايه بدون فلسفه، شكله جدا بسيط. بسم الله. يا الله والله كلاسيك اكثر شيء. ذكريات. عاد عارف برجر بعد جيم كوره في الحاره، اول ما يدن المغرب وتغلق صلاه تروح على اقرب كافيتيريا، بالله ما حج برجر يا محمد، هو ده جدا ما هو جدا متكلف. الوصف جدا صحيح. اكلنا الاكل ده كله 4 بروست، 2 دبل تشيز برجر، وجبات بالبيتزا بالستيك ساندويش 150 ريال واحنا 4 اشخاص. والبروست يا شريف البروست ترى مره رهيب يا اخي. انا تعرفني ادقق كثير عارف، مو كل احد يديك بطاطس طعمه نادرا، بالذات مع البروست. ترى رهيبه. الحمد لله يا جماعه خلصنا، والله كانت اكله ممتازه. يعني انت ليه ما تستنى فقره الحلقه كلنا نحلي مع بعض؟ ايش هذا؟ انا قلت بما انه ديوان وقديم وكده تسترجع واخذ الكوره بعد المغرب كلها. قلت ايس كريم سندويشت. سندويشت. ايوه سندويشت كده زمان. سندويشت ايس كريم. ايوه ولا تنسوا الشير واللايك والسبسكرايب. ايوه اختم خلينا نشوفك انت بتختم. لا 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 والله غمز لك بسعر ديري. نسيت ايش كنت قاعد تسوي مع محمد جوا؟ احنا طلعنا السياره انت جالس جوا ايش تتكلم؟ بسلك له. منظف له العدسه. بسلك له. العدسه كان فيها انت احد كلمك؟ لا بس ما ابرر لك. اسكت اسكت لا تتكلم. تفضل. بسلك له يقول لي 40. قلت له طيب يلا. ترى مشي وقفل الباب في وجهك. واحد انا عشان احب اصحابي الأربعين. يا رجال دوبك كنت بتختم الحلقه وتقول لي قفل الكاميرا. انا ما قلت طول الطريق هاي بابا شوف ملاهي يا بابا، شوف مناجيح يا بابا، امتحنا شوف ها. ما اكلوا بروست ولا ايش؟ ما ادري والله شكلهم شربوا بايسون. جننتنا طول الطريق، ابغى مراجيح ابغى يا مراجيح. حبيبي طلع الدباب مكسور اصلا. ماني بالدبابه. قولي كيف الدباب ما فرملناه ابو 10 مرات. يلا ترى حيقعد يلعب لين ما يطيح. ها ونسيبه هنا. لما يجي ولد يقول لك بابا بس هنا شوي تلاقيه هنا، شوي تلاقيه هنا، شوي هذا هو. شويه غرقان. نجري على السياره ونسيبه. انا عندي فكره. احنا نخليني هنا ونروح كلنا نركب السياره. يلا من غير ما انا ادري. يلا يا عيال يلا. يلا يلا يا عيال خلوني هناك، ترى انا ما ادري عن شيء. يلا روح. ما انا يفكر. ما ادري عن شيء قبل لا انتبه. رهيب هو كده. هذا رهيب مضحك يعني. سخيف. هي رهيبه. اسمع كيف سويها. هذه ما تلاقيها غير في المرسيدس حق حماده، غير كذا ما في العالم. هي وبياعين البطاطس. لا والله اليوم حلقة كانت رهيبة. ايش توقعاتك؟ مظلوم. اختيار كان تمام؟ رائع. حق 10,000 سبسكرايبر كذا هدية للمتابعين. مع انه انا اتوقع 90% ما حيعرفوا، المخضرمين بالذات حيعرفوا المطعم ده طبعا تحديدا. 40 بلس 40. لا تنسوا الشير، اللايك، السبسكرايب. ودقيقة نشكر المتابعين ودعمهم لنا وانشروها فين؟ في كل مكان. في كل مكان، واتساب، انستغرام، كل شيء، كل برامج. 40. ايوه 40 ينزل اليوم بقوة كلنا 40 زي تعال. كنت مع 40 باور رينجرز. نقول تاني ولا خلاص؟ لا تمام. هذا باور رينجرز انت البنت. ايش بطل؟ 20. ايش ال 20؟ لا بمزح. الثاني مرة ترى تسويها. طبعا واحد 20. هي ثاني مرة تسويها. 40 و20. لا تقعد تخلي العيال كذا. أرجو. شيل الكاميرا.